كانت محاضرة قيمة تلك التي تحدث خلالها الأثري المصري الدكتور أسامة النحاس عن مساره وخبراته التي راكمها منذ 3 عقود مضت في تخصص ما فتئت الدول العربية والنامية تنفتح عليه شيئا فشيئا. إنه تخصص الآثار أو التراث المغمور بالمياه. وبهذا الخصوص يقول الدكتور أسامة النحاس: خصوصية الأثري تحت الماء لا تختلف كثيرا عن خصوصية الأثري فوق الماء أو على الأرض. الاثنين بيقوموا بنفس العمل: حماية الآثار، البحث عن الآثار بطرق علمية سليمة. الاختلاف الوحيد هو فقط الغوص تحت الماء. الغوص تحت الماء هي ميزة للأثري الذي بيقوم بالغوص، بيقوم بالعمل في الآثار تحت الماء، لكن هو نفس العمل الأثري، نفس التفسير الأثري، نفس السياق، لكن المكان مختلف. أحدهما يقوم بالعمل الأثري بنفس المفردات على الأرض، والآخر يقوم بنفس المفردات مع اختلاف البيئة والطبيعة تحت الماء. هذا فقط. طيب العملية صعبة أو العملية طبعا أصعب. في محددات: زمن الغوص محدد، صحة الغواص محدد، جو الطبيعة محدد، البيئة تحت المية محدد كبير. فده بتحدد وبتحد من قدرة الأثري على العمل في نفس الأجواء اللي بيقوم بيها الأثري فوق الماء. هو عمله صعب، البيئة البحرية صعبة شوية، الكائنات البحرية صعبة شوية، مخاطر كتير. دي مخاطر لا يجدها الأثري الذي يعمل فوق الأرض. ده الاختلاف. لكن الاثنين بيقوموا بنفس العمل: عمل الكشف عن الآثار بغرض مش الكشف عن الآثار. الآثار هي مادة التاريخ زي ما قلت. فالآثار هي مادة كتابة التاريخ. بدون أثر لا يوجد تاريخ، وبدون تاريخ لا يوجد هوية، وبدون هوية لا يوجد أمة. فالأمة، فالتاريخ والآثار هي كرامة الأمة. صح. طيب ما أخبار التراث المغمور بالنسبة للمغرب؟ المغرب بدأ خطوات الحمد لله حثيثة، بدأت من فترة، لكن في العام الحالي بدأت خطوات متسارعة جدا مع الزميل الدكتور عز الدين كرة رئيس الآثار المغمورة بالمياه في المغرب، وهو طموح وبيعمل شغل متميز، نرجو له التوفيق، وإن شاء الله نحن على أتم الاستعداد المعاونة في أي شيء. هو مجتهد ومتميز في عمله، والمغرب بيئة صالحة لكل أنواع الحفائر البحرية والتحتمائية. المغرب بتاريخها الطويل وبمساحاتها المائية الطويلة، سواء البحر المتوسط، المحيط الأطلنطي، البحيرات والأنهار الداخلية، كل هذه ميزات وزي ما بيقولوا عليها advantage بتسمح للمغرب أنه يكون يتبوأ مقعده كدولة من الدول الرائدة في التراث المغمور بالمياه. نرجو لها التوفيق، وإحنا على أتم الاستعداد للمساعدة إن شاء الله. ولأنه ليس كل ما هو قابع أسفل الأسطح المائية يعد تراثا مغمورا بالمياه، أوضح الدكتور أسامة النحاس: التراث المغمور هو تراث إنساني مجهول للعامة، معلوم للخاصة اللي بيقدروا يستطيعوا الغوص تحت المياه أو يستطيعوا أن يصلوا لأعماق المياه. إنما التراث العالي هو تراث موجود على الأرض. كل الناس، كل ذي عينين، كل قادر أو غير قادر يستطيع رؤيته والولوج إليه. ده باختصار. التراث المغمور هو تراث يشمل تراث بحري، يشمل تراث مغمور بالمياه. التراث البحري تراث كل ما هو خاص بالحياة البحرية، بمعنى يعني السفن تراث بحرية، الموانئ تراث بحري، المنائر تراث بحري، القطع المكملة للسفن وللحياة البحرية تراث بحري. إنما المنشآت أو التماثيل أو المنشآت المعمارية التي غرقت وهي ليست بحرية هي تراث مغمور بالمياه، غرق نتيجة لسبب أو لآخر.